هذا الفيديو برنامج الجولة 29 والمباريات المتلفزة. أول مباراة بين اتحاد خنشلة الذي سيستقبل نجم ماجرا، هذا الثلاثاء 11 من جوان بداية من الساعة 4:45 تلعب بملعب حمام عمار بولاية خنشلة، وهذه المباراة غير متلفزة. المباراة الثانية من الجولة 29 تلعب بين مولودية وهران الذي سيستقبل مولودية البيض، هذا الثلاثاء 11 من جوان بداية من الساعة 4:45 بملعب أحمد زبنة بوهران، وهذه المباراة ستكون منقولة على القناة الأولى، القناة الأرضية. ثالث مباراة من الجولة 29 تلعب بين وفاق سطيف ونادي بارادو، هذا الثلاثاء 11 من جوان. تبدأ المباراة على الساعة 4:45 بملعب 8 ماي 45 بولاية سطيف، وهذه المباراة غير متلفزة. رابع مباراة من الجولة 29 تلعب بين شباب الوزداد الذي سيستقبل أولمبي شلف، هذا الثلاثاء بداية من الساعة 4:45، وهذه المباراة ستكون منقولة على القناة الثانية قناة الجيري. خامس مباراة من الجولة 29 تلعب بين اتحاد العاصمة الذي سيستقبل اتحاد وادي السوف، هذا الثلاثاء 11 من جوان بداية من الساعة 4:45، وهذه المباراة غير متلفزة. سادس مباراة من الجولة 29 تلعب بين شبيبة القبائل الذي سيستقبل شبيبة الثور، هذا الثلاثاء 11 من جوان بداية من الساعة 4:45 بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، وهذه المباراة غير متلفزة ستكون منقولة على قناة اليوتيوب لشبيبة القبائل. سابع مباراة من الجولة 29 بين اتحاد بسكرا ومولودية الجزائر، هذا الثلاثاء بداية من الساعة 4:45 تلعب بملعب 18 فبراير بولاية بسكرا، وستكون هذه المباراة منقولة على القناة السادسة، القناة الشبابية. وثامن مباراة وآخرها عن الجولة 29 تلعب بين نجم بن عكنون الذي سيستقبل الشباب قسنطين، هذا الثلاثاء بداية من الساعة 4:45 تلعب بملعب 20 أوت 55 بالعاصمة، وستكون منقولة على قناة اليوتيوب للتلفزيون الجزائري وبسبور. هذا هو الفيديو اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. إلى اللقاء.